حضرتك قلت لي يا دكتور ان ممكن في حاله ما تحتاجش بصراحه، او ممكن نعمل لها التركيبه الصح. طيب الفرق بقى ما بين الاثنين، الزراعه انا هعمل الزرعه وبعدين هقعد استنى شهرين او اربعه بعدين اتعامل بيه. التركيبه الثابته هل هقعد نفس المده ولا مجرد ما عملت التركيبه خلاص اشتغل زي ما انا عايز؟ بص، انت معظم الحالات اللي بتيجي بينفع فيها الزراعه، عشان نكون صريح معاك، لان هي حلت مشاكل كتير. وفي بعض الناس بتقول لك ده الاختيار الامثل، ده الفيرست تشويس، ده رقم واحد في الاختيار. بس زي ما انا شرحت قبل كده، تقييم الحاله اللي بيحدد. انت دلوقتي انا هسالك او مش هسالك، هشرح لك وانت اختار. انت مثلا جاي لي مريض عايز تعمل زراعه اسنان، وانت ينفع في حالتك يتعمل زراعه ويتعمل تركيبات. التركيبات اللي هتتعمل كالاتي، هتاخد مني بالظبط اسبوع، ولا في زراعه ولا في جراحه ولا في فتح ولا في خياطه خالص. تمام. بس انا هبرد اسنان، ممكن مثلا انت هتركب كوبري او هتركب بريدج زي ما بيقولوا، فهتضطر تبرد اسنان، انت خالع ضرس او ضرسين ايا كان العدد اللي انت خالعه، فهضطر ابرد ضرس قبليه او ضرس بعديه، او ضرسين قبليه او ضرسين بعديه على حسب الديزاين نفسه، واركب تركيبه كامله. اول زياره دي بتكون زياره طويله شويه، اللي هي فيها المقاسات وبرد الاسنان، بعد كده بيبقى فيه التراي ان او البروفا، بعد كده الاستلام. بالظبط 3 زيارات بتخلص الموضوع. وبيكون فكره تحميل الاسنان الصناعيه مصنوع من الماده، سواء بورسلين سواء زركونيوم سواء ايا كان النوع، هي اسنان عاديه متحمله على الاسنان الطبيعيه بتاعتك انت. دي فكره التركيبات. اذا هي وفرت لي وقت، فلوسها اقل. بس الفكره ان انا ايه اللي ممكن بعض الناس شايفاها مش ميزه، ان انا ضحيت باسنان ثانيه، ان انا بردت اسنان ثانيه. طبعا البرد هو وارد، وهو البرد انا بشيل من طبقه المينا اكيد طبعا، بس بنسب معينه، بنسب مظبوطه معينه، وده حل كان امثل لفتره طويله جدا ما قبل الزراعه، او ده كان الحل رقم واحد يعني. تمام. ففكره التركيبات، اذا انا ببرد اسنان، بحمل عليها ماديا اقل، وقت قليل. اما الزراعات، الميزه اللي فيها انا ببعد عن التركيبات تماما، قصدي ببعد عن البرد تماما، ما بردش حاجه خالص. انا ماليش دعوه بالسنان الموجوده بتاعت ربنا. انا بفتح في العظم نفسه، بقيس العظم وبقيمه، وبحط الزرعه وبستنى عليها من شهرين ل4 او ل6. ممكن احتاج عظم صناعي او ما احتاجش. وبعد الشهرين المريض بيجي لما يحصل التحام تام بين الزرعه وبين التركيبه، بين العظم الفك والزرعه، يبتدي يحمل عليه التركيبه بتاعته، اللي هي نفس التركيبه بتاعت التركيبه الثابته. بس التركيبه الثابته دي متحمله على الزرعه اللي انا عاملها، والتركيبه الثابته الثانيه متحمله على السنان بتاعت ربنا. هنا بردت، هنا انا ما بردتش حاجه خالص، انا حملت على الزراعات نفسها. بس خدت ماديا ممكن تكون اعلى شويه، لو في تدخل جراحي بسيط، لو في عظم فك هيتحط فبتزيد في الماديات شويه، وبتزيد في الوقت برضو، والاشعه المقطعيه اللي بتتعمل. وبعد كده بتركب بقى التركيبات بعد شهرين او 4 او ايا كان 6 شهور. بس ده الفكره ما بين الاثنين.